بيقولوا إنهم مسلمين، ولكن بيؤمنوا بعلي بن أبي طالب كإله، وأصبحوا الديانة الأخطر والأشرس والأكثر رعبا في تاريخ الوطن العربي بسبب الطقوس الدينية المرعبة والمفزعة واللي بتقوم على إزهاق الأرواح. ولكن ما بيقتلوش حد غريب ولا بيأذوا حد، ولكن بيقتلوا نفسهم بإيديهم بكل رضا وسعادة بالغة، كقرابين بشرية حقيقية زي أفلام الرعب الخيالية. وهم عراة وحفاة بيموتوا نفسهم وبيقدموها لإلههم على طبق من ذهب. بتنتشر بشكل مرعب في الوطن العربي بشكل سريع جدا من العراق للبنان لسوريا، ووصل عدد حالات الانتحار لأكثر من 50 حالة، وضعفهم محاولات انتحار فاشلة. وبتعتبر الجماعة الدينية الأخطر في العصر الحديث وهي جماعة القربان المرعبة. مين هي وإزاي نشأت وليه بيقتلوا نفسهم وفي أي دولة عربية بدأت ووصلت لفين؟ في 29 من يونيو سنة 2023 اتفاجئ العالم العربي بانتحار شاب لبناني كان بيشتغل في كندا ورجع لوطنه لبنان. كان الشاب عاري تماما ورمى نفسه من فوق البيت فوقع ميت على طول. وتاني يوم طلعت مراته وهي عريانة ورمت نفسها هي كمان، ولكن وقعت على عربية فامتصت الصدمة ونجت الزوجة. وبعد التحقيقات اتأكدوا ان تم اختيارهم كقربان في قرعة الموت في جماعة القربان، واللي بدأت في الانتشار في لبنان قادمة من العراق. الجماعة نشأت وسط الطائفة الشيعية في العراق وخصوصا بين الشباب، وبيعتقدوا ان الطريقة دي منسوبة لحمدان الشكري، وهو من الشخصيات المقدسة عند البعض في العصر الحديث في دولة إيران. وذاع صيته لما مات في حادث سير أثناء زيارته لمقام الإمام بني علي الموسى. وبعدها بدأ أتباعه في الزيادة وتأثروا بمجموعات دينية أكتر في إيران، وبعد كده نقلوا أفكارهم للعراق وبدأوا في اتخاذ تقاليد وطقوس مفزعة وأكثر رعبا. فكانوا بيلطموا وبيضربوا نفسهم بعنف، وده بينتج عنه جروح مرعبة ومخيفة. وكمان وصل الأمر أحيانا إنهم بيشرحوا نفسهم وبيجرحوا صدورهم وظهرهم بالسكاكين، وأحيانا كمان كانوا بيطعنوا نفسهم. وتدريجيا زادت حدة جنونهم بشدة، ومشوا على المنهج الأكثر تطرفا في تاريخ الأديان المعروفة. أسسوا طقس القربان المرعب، وهو طقس بيجتمع فيه الرجال والنساء عرايا، وبيتم اختيار أشخاص عن طريق القرعة علشان يبقوا قرابين للإله. والإله هنا مش ربنا اللي بنعبده ونقدسه كلنا، لا، ده الإله بتاعهم هو سيدنا علي بن أبي طالب نفسه، فاعتبروا علي هو الإله. ولما بيتم اختيار الأشخاص بيكون عندهم 7 أيام لتنفيذ الانتحار، بشرط إنه يكون بشكل صارخ وملفت للأنظار. والمرعب إن الناس دي بيفرحوا جدا فرحة غريبة لما بيتم اختيارهم عن طريق القرعة العشوائية. وبسبب انتشار الديانة الغريبة المرعبة دي بدأت العراق في اتخاذ إجراءات مشددة بالقبض على بعض أفرادها، ولكن طبعا ده موقفهمش. لأن ازاي هيخاف شخص من القبض عليه وهو أصلا بيقتل نفسه بكل إرادته؟ هتقوله ايه؟ انك هتقتله مثلا أو تسجنه لو حاول قتل نفسه؟ أعداد الجماعة دي حسب الحكومة العراقية 500 فرد، إلا إن بعض الأشخاص بيقولوا إن عددهم وصل ل5000 فرد. والشاب اللي انتحر من فترة في لبنان ده كان لسه راجع من كندا بمسيرة مهنية رائعة، ولكن فجأة هو ومراته قرروا إن هما ما يرجعوش كندا تاني، ودخلوا في شعائر غريبة وكانت بتظهر عليهم الجروح والكدمات بسبب الشعائر دي. وتخلص الشاب من كل الأجهزة التكنولوجية في بيته زي التليفونات والتلاجات والتلفزيون وكل حاجة بتشتغل بالكهرباء، حتى عفش البيت والسرير اتخلص منهم. وبعد فترة نفذ الانتحار اللي هز أرجاء لبنان. ولسه الجماعة دي بتنتشر بين الشباب بشكل غريب وغير مبرر، ومش معروف ازاي الجماعة دي بتسيطر على عقولهم لدرجة انهم بتخليهم يقتلوا نفسهم. وبكده بتكون الديانة دي هي الأخطر في العالم الحديث.